مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس معادلة مستقيم. من خلال هذا الجزء سنتعرف على كيف نجد معادلة مستقيم يوازي مستقيما آخر، وكيف نجد معادلة مستقيم عمودي على مستقيم آخر. لنتعرف على شرط توازي من خلال الخاصية التالية: ليكن OIG معلما متعامدا ممنظم. D و D فتحة مستقيمان بحيث معادلة المستقيم D هي y تساوي mx زائد b، ومعادلة المستقيم D فتحة هي y تساوي m فتحة x زائد b فتحة. إذا كان m تساوي m فتحة فإن D يوازي D فتحة، بمعنى أنه إذا كان للمستقيمان نفس الميل فإنهما متوازيان. إذا كان للمستقيمان نفس الميل فإنهما متوازيان. ثم إذا كان مستقيمان متوازيان D يوازي D فتحة فإن M يساوي M فتحة. إذا كان مستقيمان متوازيان فإن لهما نفس الميل. إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإن لهما نفس الميل، وإذا كان لمستقيمان نفس الميل فإنهما متوازيان. مثال: نعتبر المستقيمين D ذو المعادلة y تساوي 2x ناقص 3 والمستقيم D فتحة ذو المعادلة y تساوي 2x زائد 3. إذا نلاحظ أن للمستقيمان نفس الميل وهو العدد 2، إذا فهما متوازيان. إذا أنشأنا المستقيمين في معلم متعامد ممنظم سنلاحظ أنهما متوازيان. والآن سنتعرف على كيف نجد معادلة مستقيم D الذي يوازي مستقيما D فتحة. كمثال: في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم نعتبر المستقيم D معادلته المختصرة هي y تساوي 2x ناقص 1. إذن 2 هو الميل أو المعامل الموجه، وناقص 1 هو الأرتوب عند الأصل. لنحدد معادلة المستقيم D فتحة المار من النقطة A ذات الإحداثيات ناقص 1 2 والموازي للمستقيم D. لدينا المعادلة المختصرة للمستقيم D فتحة بصفة عامة هي y تساوي mx زائد b. الآن سنحدد ميل المستقيم. بما أن المستقيم D فتحة يوازي D فإن لهما نفس الميل، بمعنى m تساوي 2 لأن ميل المستقيم D هو 2. ومنه المعادلة ستصبح D فتحة y تساوي 2x زائد b. معادلة المستقيم D فتحة الذي نبحث عنها، إذا y تساوي 2x زائد b. إذا الآن سنحدد قيمة العدد b. بما أن النقطة A ذات الإحداثيات ناقص 1 2 تنتمي إلى المستقيم فإن أرتوبها 2 يساوي الميل الذي هو 2 في الأفصول ناقص 1 زائد b. فإن 2 تساوي 2 في ناقص 1 زائد b. إذا 2 تساوي ناقص 2 زائد b. إذا قيمة b هي 2 زائد 2 b تساوي 4. إذا معادلة من الدرجة الأولى بحيث المجهول هو b. وبالتالي فإن المعادلة المختصرة للمستقيم هي y تساوي 2x زائد 4. والآن نمر إلى شرط التعامد الذي ستحدده لنا الخاصية الموالية. ليكن OIG معلما متعامدا ممنظما D و D فتحة مستقيمان بحيث معادلة المستقيم D هي y تساوي mx زائد b، ومعادلة المستقيم D فتحة هي y تساوي m فتحة x زائد b فتحة. إذا كان m في m فتحة تساوي ناقص 1 فإن D عمودي على D فتحة، بمعنى إذا كان ميل المستقيم الأول في ميل المستقيم الثاني تساوي ناقص 1 فإن المستقيمان متعامدان، بمعنى جداء الميل يساوي ناقص 1. وإذا كان D فتحة عمودي على D فإن M فتحة في M تساوي ناقص 1، بمعنى العكس. إذا كان لدينا المستقيمان متعامدان فإن ميلهما أو جداء الميل يساوي ناقص 1. كيف نجد معادلة مستقيم D عمودي على مستقيم آخر D فتحة؟ نمر إلى المثال.
في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم نعتبر المستقيم D الذي معادلته المختصرة هي y تساوي 2x ناقص 1. الآن مطلوب منا أن نحدد معادلة المستقيم الدلتا المار من النقطة A ذات الإحداثيات ناقص 1 2 والعمودي على المستقيم D. لدينا المعادلة المختصرة للمستقيم الدلتا هي y تساوي mx زائد b. نحدد m بمعنى نحدد الميل. بما أن المستقيم دلتا عمودي على المستقيم d، فإن ميل المستقيم d مضروب في ميل المستقيم الدلتا يساوي ناقص 1 حسب الخاصية السابقة. إذن فإن m ميل المستقيم دلتا في ميل المستقيم d الذي هو 2 يساوي ناقص 1، ومنه نبحث عن قيمة m. إذن معادلة من الدرجة الأولى. إذن m تساوي ناقص 1 على 2، وبهذا نكون قد وجدنا المعامل الموجه أو الميل. إذن المعادلة المختصرة للمستقيم الدلتا ستصبح y تساوي ناقص 1 على 2x زائد b. والآن نبحث عن قيمة العدد b. بما أن النقطة A تنتمي إلى المستقيم دلتا ونعلم أن إحداثيات النقطة A هي ناقص 1 2، فإن 2 تساوي 2 في ناقص 1 زائد b، ومنه 2 تساوي ناقص 2 زائد b، بمعنى b تساوي 2 زائد 2 أي b تساوي 4. إذن وبالتالي المعادلة المختصرة للمستقيم الدلتا هي y تساوي ناقص 1 على 2x زائد 3 على 2.